في أوائل التسعينات وتحديدا في النمسا، الشرطة لقيت جثة مرمية في إحدى الغابات المهجورة، ودي كان تم قتلها من حوالي 3 أسابيع فاتوا. الدنيا وقتها كانت شتا، وعشان كده ما دخلتش في مرحلة التحلل الكامل اللي بيفسد عليهم شغلهم، لدرجة كمان إن ملامح الضحية كانت واضحة جدا. المهم نقلوها للطب الشرعي علشان يحدد لهم سبب الوفاة، وبدأت الشرطة تبحث عن هوية المجني عليها. عرفوا إن اسمها هايدي هامير، وتبين إن هي بتشتغل فتاة ليل، والكلام ده كان مرخص عندهم بشكل قانوني. المهم تقرير الطب الشرعي قال إن الجاني اعتدى عليها واغتصبها قبل ما يقتلها، وكمان ربط إيديها بكلبش، وبعد ما فرقت الحياة فك الكلبش وأخده معاه. والعلامات دي كانت واضحة جدا على أساور إيديها. لكن سبب الوفاة الحقيقي إن القاتل خنقها بالجورب الطويل اللي كانت لابساه. طبعا هنا الشرطة كانت خلاص عرفت مين هي الضحية وإزاي القاتل أنهى حياتها. ويتبقى سؤال مهم، هو مين وليه عمل فيها كده؟ الطب الشرعي ما قدرش يحصل على تحليل الحمض النووي بتاعه، وما كانش فيه أي علامات نهائي تدل على شخصيته. من الواضح كده إنه ذكي جدا وعارف هو نفذ جريمته إزاي. الشرطة شكت إن اللي عمل كده أكيد 100% واحد من زباينها، وفي سر ما بينهم خلاه يعمل كده فيها. وقتها تم التحقيق مع أغلب الأشخاص اللي كانت هايدي بتروح عندهم. التهمة ما ثبتتش على أي حد فيهم، ومعنى كده إن القاتل غريب عنها، ومش بعيد يكون مريض نفسي بيقتل بشكل عشوائي. والمشكلة ربما يكون في جرائم تانية لسه محدش اكتشفها. وبالفعل بعد حوالي شهر الشرطة لقيت جثة تانية مرمية في طريق برضه كان مهجور محدش بيعدي فيه أبدا. الضحية دي بقى كانت